الجزائر تؤكد العديد من المؤشرات اعتماد نظام المخزن المغربي على جهازي الموساد الصهيوني لضرب أمن واستقرار الجزائر. التفاصيل مع كريم عليلوش. Shimon Peres m'a fait dire qu'il aimerait venir me voir. Alors je lui ai dit avec grand plaisir, mais vous et moi sommes interdits de tourisme. Mais oui, si vous avez quelque chose de sérieux, venez me voir. Après tout, comment peut-on... سيرا على درب حسن الثاني الذي مكن الموساد من إنشاء مكتب بالمغرب، يواصل ابنه محمد السادس في توطيد علاقات نظام المخزن مع الكيان الصهيوني. حقائق مثيرة حملتها الوثائق المسربة للصحافة العبرية والتي كشفت مدى قوة التنسيق المغربي مع الكيان الصهيوني لاستهداف كل من يقف في وجه مصالحهم ومشاريعهم. وقائع كثيرة جمعت بين نظام المخزن المغربي والصهاينة، بدايتها تصفية المناضل المغربي المهدي بن بركة وتمكين اليهود المغربيين من الهجرة إلى فلسطين المحتلة، والآن معلومات عن تواجد اتفاق مبدئي مع خارجية الكيان الصهيوني وأعضاء من الكنيست بالتنسيق مع معهد ياد فاشيم المتخصص في دراسات الهولوكوست المزعومة، وذلك من أجل دراسة آليات دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية. علاقات يمتدحها الإعلام العبري بقوة. أنا أبارك الملك، هذا الملك محمد السادس وأبوه رحمه والله حسن الثاني، إذا الزعيم عربي غير خايف من المقاطعة العربية ومؤمن بالتفاوض مباشر رد مؤتمر دولي عندما إسرائيل ستكون مضغوطة، ويتكلم على دولة إسرائيل كشريك، زعيم دولة عربية غير فلسطيني أو ما مسمى فلسطيني، أنا في اعتقادي هذا يعتبر إنجاز. ومن مظاهر التعاون الوثيق بين المخزن والكيان الصهيوني تواجد الصهيوني أندري أزولاي في البلاط الملكي كمستشار لمحمد السادس، حيث تتفق كل المؤلفات التي خصصت لموضوع تغلغل الموساد في المنطقة المغاربية عبر البوابة المغربية على هذه الشخصية. ضف إلى ذلك ما كشف عنه الجنرال عاموس يدلين مدير الاستخبارات العسكرية في فترة ليست ببعيدة وهي بين 2006 و2010 حول تجنيد ما يفوق 300 شخص بين عميل صهيوني ومتعاون مغربي انطلاقا من تراب المملكة في عملية ضخمة ضد الجزائر لم يحدد أهدافها في الميدان بالضبط، حيث أصبح نظام المخزن المغربي يحاول في كل مرة ابتزاز الجزائر مقابل تخليها عن مواقفها الداعمة لتحرير الشعوب، خاصة حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره وتمكينها من الخدمات. دوليا دائما صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على مشروع قرار يعرب في بنوده عن تأييد الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، وذلك ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الصهيوني